مأساوية في حلوان. معانا طبعا والدة مجني عليه وزوجته وخالته. هيروا لنا تفاصيل من البداية للنهاية، من بداية الواقعة حتى نهاية الواقعة بكل تفاصيلها ومجرياتها وما حدث. اتفضلي حضرتك، خالته كانت حاضرة الواقعة، هي اللي هتبتدي معانا وتوضح لنا ما حدث من البداية. هو كان ماشي استاذن حضرتك نعلي الصوت بس. ماشي. هو كان ماشي هو ومراته بيجيبوا بوهيه وهو عاكسها، فبيقول له انت مش شايفني؟ قال له لا انا مش شايفك. قال له طب هات لي اللي مشغلك. قال له اللي مشغلني لو شافك يعني هيدمرك. فخد بعضه وجاب مراته وجه وخد بعضه وراح نازل. فدخلوا عند وليد، دخل عند واحد اسمه وليد. قعد عنده يجي ساعة هو محمد أمير. وهو طالع لقاه جايب ناس كتير واقفين اتلموا عليه. راح طلع متلتم من الشارع، عطاله بالطلعة في رجله، وعصام خير ابو ليلى عطاله بالشومة على دماغه. هما اللي قاموا بالضرب والتعدي عليه. بس اللي موته محمود منصور، واللي اتحرضوا على قتله احمد محمد وعصام خير ابو ليلى. حضرتك طبعا احنا مقدرين تماما كسرتك على زوجك وفقدانك ليه وعارف ده، لكن المجريات اللي حدثت فيما بعد كان في متطلبات او متطلبات في النص هي اللي حدثت اودت ان يحصل مشاكل بينهم. هل كان في مشاكل سابقه ام هذه اول مشكله تحدث بينهم؟ في مشكله من قيمه سنه ونص. كانوا معجزين له ايده ما كانش بيشتغل، وفاعين عين اخويا وضاربين ست عندها 70 سنه 20 غرزه في وشها. وجوزنا ده ما كانش بيشتغل. كانوا بيبعتوا لنا تهديدات، ومعانا التهديدات دي كلها. تهديدات؟ يعني كانوا اللي هم يقتلوه، ومعانا كل التهديدات دي. كانوا بعتوا لنا كفن وعليه اسمه ان هم هيموتوه. كل ده معانا. طب ماشي يقولوا لنا ما اتكلم. هو ده اللي قالوه. كل اللي يقولوه ما اتكلم. حضرتك طبعا احنا بنعزيكي تجاه ما حدث وبنعزيكي في وفاة زوجك، ولكن طبعا عايزين روايات وتفاصيل اكتر للسادة المشاهدين توضح لهم حقيقة الواقعة او حقيقة ما حدث من واقعة القتل. الواقعة احنا بنقول له يلا نمشي. يعني هو واقعة ما يتم سبب ان هو يعارض ما تم، يعني ايه اللي حدث عشان هو يحصل المشكلة دي؟ مش عارف، هم بيتلككوا له بس السبب الرئيسي ان هو كان بيحامي على زوجته. ليه هم عكسوا حضرتك؟ ايوه، قال لي كلام وحش مفيش راجل يستحمله. انا جوزي راجل مفيش راجل يستحمله. اول ما قال له انا مش شايفك، من حقه ان هو كان يتخانق. فراح هو يقعد قبل الخناقه او قبل اي حاجه، راح يقعد ولا راح يتخانق على طول؟ لا، دخلوه واحد اسمه وليد، لو عايز اجيبه لك، واحد اسمه محمد امير، قعد عنده يجي ساعه بس. واول ما طلعوا كانوا مستنيين يغدروا بيه. انا عايزه حق جوزي، مش عايزه حاجه ثانيه غيره. انا عايزه حق جوزي حضرتك. مش عايزه حاجه ثانيه. شكرا. معانا والدته هتروي لنا التفاصيل وتحكي لنا ما حول عن وفاه المجني عليه. انا ما كنتش موجوده، انا كنت في الشغل. البنت دي كانت بتجيب بتاع جلطه البويه، هي وجوزها هما الاثنين، وبنت الكبيره اللي جات لها جلطه دي اللي هي كلمتك في المستشفى. طبعا هما انا سمعت البنت دي الساعه 12 بالليل اتصلت بيا، قالت لي الحقي يا امي. بقول لها في ايه؟ عماله تصوت. بقول لها في ايه؟ قالت لي اخويا اتطخ بالنار، ما بقتش شايفه قدامي. جيت جايه على بلا وشي ادور على ابني هنا مش لاقياه. قالوا في المستعصيه، رحت في المستعصيه، قالوا تعود على القصر. انا مش عارفه عنه اي حاجه. جيت على القصر، خدت بعضي وجريت، لقيت ابني من الحق. والدكاتره عطوني، وانزل للدكاتره واطلع للدكاتره، وشتمت الدكاتره تحت عشان يجوا ينقذوا ابني. محدش عايز يجي ينقذ ابني. دخل العمليه، عملوا له مات في قلب العمليه، وضحك علينا اللي هو عايش، وهو ميت في قلب بتاع المستشفى. هو كان ميت. بعدها بربع ساعه اتصلوا بينا قالوا له حق ابنك مات. طب ازاي؟ انا عايزه حق ابني، مش عايزه اي حاجه. عايزين لهم، انا طالبه ان هم يتعدوا. انا مش عايزه هم الاربعه، انا عايزه حق ابني. هم ده اللي انا عايزاه. اللي عايزين القصاص ده ولا اسمه. انا ما اعرفش، انا مش متعلمه عشان اعرف اتكلم. انا هو كان حاجه، كان سند وعكازي، كان هو اللي انا بستند عليه، كان هو اللي بياكلني ويشربني، كان هو كل حاجه في حياتي.
هو اختي ده ما كانش بيطلع لا يابا، ما كانش بيطلع لا ابويا. انا مش عايز حاجه، انا عايزه حق ابني بس. ده اللي انا طالباه منكم. الاربعه عايزهم يتعبوا، انا عايزه الاربعه يبقوا قاعدين، مش عايزه حاجه اكتر من كده. طبعا احنا بنقدر تماما ما حدث معاكي، وطبعا انا بعزيكي يا والدتي تجاه ما حدث تجاه الواقعة. بيصرف عليها وبيصرف على بيصرف أخته، عليا. معاها 5 أيتام، أخته معاها عيال صغيرة، جوزها مات ل3 شغل الناس عليه سنين. عشان هو ما كانش بيشتغل، ايده عجز. لهدفه وكل امله في الحياة هو توفير العيشة الهينة. كان نفسه يوفر. كان نفسه يعيش أو كان نفسه يربي بنت. كل حياته كان نفسه إن هو يربي بنت. هو معاه بنته طبعا، كام عندها عمرها؟ سنة. عندها سنة. عندها سنة، ما مش عارفة مين أبوها. بنتي كل شوية بتنادي عليه، بنتي كل شوية عمالة تنادي على أبوها. من حبها في أنا والدها. عايزة حق أحمد وحق بنتي، مش عايزة حاجة. عايزة كل اللي حرم بنتي يتحرم، كل اللي حرم بنتي يتحرم. مش عايزة حاجة تاني، مش عايزه حاجه من ربنا، مش عايزة حاجة تاني من الدنيا غير كل اللي حرم بنتي يتحرم. الثلاثه الاربعه يساعدوا. ده اللي انا طالباه منكم بس، مش عايزه حاجه تاني. طبعا زي ما حرموا البنت من ابوها يتحرموا التانيين. هو لو نيته إن هو يهدي كان ضرب الطلقة في الهواء. أول ما دخل عليه دخل عليه، قال له فاهم النار. أنا واقفة فاهم جنبه النار كده نص متر، اهوت، بقول له يلا يا نص حبيبي. متر، خرم له رجله. رجله ديت احنا كنا شايلينها ما فيهاش رجله لا مؤاخذه من عند الركبه كانت مفصوله كده. وقع وقام، عن رجله اتقطعت، رجله الشمال رجله كانت مقطوعه، رجله كانت مقطوعه. خرم له العظم بتاع رجله، عطاله عشان يموته، عشان ينتقم منه. برغم ما كان يعني جوزي ما عملش حاجه وحشه، جوز الدنيا كلها بتحبه واسالوا عليه والله. جوز الدنيا كلها بتحبه. انا عايزه حقه، مش عايزه حاجه تانية من الدنيا غير حقه. عايزاهم يتعدموا، عايزه ربنا يجيب له حقه، عايزه ربنا يجيب له حقه. مش بركه عايزه ربنا حاجه تاني، وفيكم، جابوا لي مش حق عايزه حاجه ابني. تاني. ربنا الاول بعد ربنا انتم. ده اللي انا طالباه من ربنا، مش عايزه حاجه تاني. انا عايزه الاربعه يساعدوا. لو نيته في ده السما انا هو اللي انا عايشاه، اللي انا عايشه عشانه. بس اللي قتلوا محمود واللي حرضوهم احنا هم طبعا اللي احنا مقدرين جدا الاتهامات. احنا ليه؟ بص ليه احنا عملوا مقدرين جدا 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 عملوا ما لي حدث حرام معك. عليك. وطبعا حرام عليك. في الجهات المختصه طبعا ان شاء الله تستغيث للطلب وتستغيث لما تطلبوه، والنجده تتم الاحاله لها باسرع وقت، ان هم يقوموا طبعا عايزه القصاص يجيب لي حقه. ان شاء الله ان شاء الله. مش عايزه حاجه انا تاني والله، مش عايزه يجي حاجه تاني. ان شاء الله يجي حق حضرتك وحق زوجك. عايزه كل اللي حرم بنتي يتحرم، كل اللي زي ما حرم حرموني بنتي عندها بنتي سنه كده. يتحرم. انا بنتي كل شويه عماله تنادي عليه، مش عارفه اعمل زي ايه. ما حرموني بنتي والله العظيم كل شويه بيجي لها مش عارفه اعمل ايه. انا عايزه حق بنتي، مش عايزه غير حق بنتي وحق. انا مش عايزه غير حق بنتي كل ما والناس. افتكر انا عايزه لهم عايزة الاعدام، آكل. عايزه لهم يتعدموا، مش عارفة. عايزه لهم يتعدموا. مش عايزه حاجه تاني، عارفة. انا عايزه حق بنتي وحق، مش عايزه حاجه مش عارفه تاني. اقعد تحت ابص في عايزه الشباك ربنا كده يجيب الاقيه لي قاعد. حقه. مش عايزه حاجه تاني. كل ما ببص في الشباك الاقيه قاعد في الشباك مش عارفه. ياما اتصل والنبي، ياما خلي وجهك تعمل لي كوبايه شاي. كان يبقى قاعد كده على العتبه كده ويدي عليا ياما انا عايز اشرب شاي ياما، اقول له حاضر. كان ياما انا عايز اكل، اقول له حاضر يا اخويا. ده اللي مش عايز حاجه من ربنا، انا ياخد حقه. انا عايزه حق ابني، عايزه القصاص ياخد حقه، مش عايزه حاجه تانية اكتر من شاب كده. عنده 27 سنه، انا لسه متجوزه ده أبو بقالي سنتين ما 50 سنة. فرحتش. انا ما فرحتش ولا هو فرح. كل حياته في الدنيا ان هو يربي بنته ويعيش، كل حياته ان هو يربي بنته ويعيش. حرموني ليه منه، حرموني ليه منه، وحرموا بنتي منه ليه؟ حرمونا ليه منه؟ عنده 27 سنه كده يروح بلاش ويروح غدر ليه؟ حرام. ده ربنا ما رادش بكده، والله ربنا ما راد بكده. انا عايزه حقه، مش عايزه حاجه غير حقه، مش عايزه حاجه غير حقه. ريحوا ناري، ريحوا النار اللي في قلبه والنبي. ريحوا له وهاتوا له حق. هاتوا حق مايا والنبي وهاتوا حق احمد. هاتوا حق مايا وهاتوا حق احمد. مش عايزه حاجه. صورته شاب زي الفل، شاب زي الفل مات كده. خدوه حضر كده، خدوه غدر كده، خدوه غدر كده ليه؟ ياخدوا عيل عنده 27 سنة ليه كده؟ 28 سنة ليه كده؟ ليه؟ ليه يعني؟ ان شاء الله حقه يجي لحضرتك، وباذن الله يعني نارك تبرد. وان شاء الله احنا دولة القانون. مش عارفة ليه بيجيلي كل شوية، والله بيجيلي ابني كل شوية بيجيلي. تعبت مش عارفة اغمض عيني زي الناس، مش عارفة.
انا امبارح جايه من العربيه بعد المغرب، قاعد عنده من الظهر لغايه بعد المغرب، انا عنده مش عايزه اسيبه، مش عايزه اسيبه، مش عارفه ان انا امشي من واسيبه من لوحده. قاعد في التوبه مستنيني، والنهارده كان مستنيني والله. كنت رايحه له، كنت وعد ان انا اروح له، بس ما قدرتش، ما حصلش نصيب عشان انتوا جايين. كنت رايحه لابني اشوفه، انا بعت قلت له كل يوم هاجي لك يا ابني، والله كل يوم هاجي له. ان شاء الله. انا عايزه القصاص ياخد حق ابني، عايزه القصاص ياخد حق ابني، بس مش عايزه حاجه. الاربعه يسعدوا، دول لا يطلعوا من ربنا، الاربعه يسعدوا. ان شاء الله يتم القصاص والنجدة الله يبارك. ان شاء الله، وباذن الله حقك يجي يا امي. حق عيل زي دوت بيربي عيال. البنت ديت كان عندها سنه وما بتقولوش الا يابا. يعني انا جوزي ميت بقى له 20 سنه، كان عندها سنه. هو اللي متولي هو اللي مصاريفه ومتولي كل مصاريفه. حاجة. بس من بعد ما عجزت ايديه ما بقاش يشتغل. رغم ده كان بيتولى المصاريف. كان بيتولى، كان بياكل عياله، هيجيب لهم منين يا عيني؟ عايل. جوزها مات له 3 وجوز بنتي ميت بقاله 3 سنين، سايب لي 5 عيال برضه، بيصرف علينا كلنا. بس لما لقيته تعب بيت قلت لا، انزل اساعده، انزل الشغل تاني اساعده. والحمد لله. انا عايزه القصاص ياخد حق ابني وحق بنت ابني، ده اللي انا طالباه منه، طالباه منكم. ان شاء الله. لو بتحبوني وبتعزوني هاتوا لي حق ابني. انا مش عايزه اكتر من كده، طالما هو دوت اللي انا طالباه. ما يبقاش عندي ده عايز ده الا 4 هيساعدني، الا 4 هيساعدوا يساعدني، الا 4. ما هم اللي حرضوه، هم اللي برضو ان شاء الله جهات التحقيق هتحقق في الامر، والجهات المختصه ان شاء الله، الجهات المختصه جهات بتعمل على اكمل وجه. هي جهات مختصه بتعمل على اكمل وجه، وهيتم الاستجابه الفوريه لمطالبكم وحقوقكم وتوفيه جميع الحق يرجع لاصحابه. وده حضرتكم زي ما كنتم مشاهدين ومتابعين القاهرة 24 في كل مكان. طبعا زي ما شفتوا أم بتستغيث وزوجة بتستغيث وخالته وأسرة بالكامل تدمرت حياتها بسبب طبعا طفل، بسبب شاب أثار إن هو يقتل ذلك الشاب البريء بكل دم بارد دون رحمة ودون طبعا جدوى من ذلك الأمر. شكرا مشاهدين ومتابعينا في كل